هتاكل ايه؟ أكلة مشهورة، نعم، بالفن. معجونة ازاي؟ هتعرف هنا مع كل فزورة مطبوخة بأفلام وأغاني وكمان مسلسلات في فوازير. أكلة مفنونة. يا مساء الفرحة، وجيت لكم أنا مونيكا ميشيل، ومعايا حل طبق امبارح، والحل هو فيلم حاحة وتفاحة. ويلا بينا نكشف طبق النهاردة اللي جواه أكلة مفنونة جديدة فيها خضار من كل مكان، تتقطع وتترص في أمان، تدي طعم جميل شبه الحقول، تتاكل باردة بألوانها اللي زي الفصول. إن لقيتها في حكاية فيها توازن، ده مسلسل كرتون طعمه متوازن. ودلوقتي سيبنا الفزورة المفنونة وهنعرف عن الأكلة معلومة. وكعادتنا هنسافر بالزمن للعصور الوسطى، كانوا استحالة يقدموا لك الطبق ده خالص، رغم ان احنا دلوقتي بناكله عادي، علشان كانوا بيخافوا ياكلوا اي حاجة نية من الطبق ده. لكن في عصر النهضة، وخصوصا لو رحت فرنسا وإيطاليا، هتنبهر، لأنهم مش بس كانوا بياكلوه، لأ، ده الطباخين في القصور الملكية كانوا بيتنافسوا يقدموا الطبق ده بأشكال فنية وهندسية، وبتكون في منتهى الجمال، كأنك هتاكل لوحة. كنت ممكن تشوف شكل جنينة مرسومة جوه طبقك، وبالهنا والشفا. ها، عرفت حل الفزورة؟ طيب خمنت ايه هي الأكلة؟ اكتب تحت في الكومنتس. والآن شبعنا بأكل مفيد، وهنشيل طبق النهاردة. كنت معاكم مونيكا ميشيل على مونيكروفون، واستنى 7:30 بالظبط بكرة هاجي ومعايا الحل، وكمان فزورة مختلفة من فوازير أكلة مفنونة بالفن معجونة. حلتها؟ طب استنى، هتتسلى، لسه كتير فوازير. أكلة مفنونة.